هبدأ أزعل بقى منكم يا بلبن، عشان هو بلبن وقت العروض جودته بتتغير ولا زي ما هو؟ أول حاجة طلبتها كانت الكشري مانجا صغير، طلع لي في علبة الهوبا تيتو بامبو، بس ما علينا. وده بيبقى عبارة عن جلاش وكنافة متحمصين في السمنة، معاهم رز بلبن وعليهم طبقة المانجا اللي فوق. تعالوا ندوق، بسم الله. رايق، خفيف قوي بصراحة، وأحسن من اختراعات كتير عملوها في الفترة الأخيرة. تاني حاجة كانت اللقة، ودي عبارة عن كريم باستري وعليه ملفيه متحمص بالزبدة وسكر بودر وفراولة. ولا يا ولا ايه ده، بسم الله. دي برضو خفيفة وأحسن من اختراعات كتير عملتوها يا بلبن، يمكن مش أحسن حاجة ولكن عجبتني. تالت حاجة القشطوطة مانجا، ودي عبارة عن كيكة مسقية باللبن وعليها طبقة كريمة وقطع مانجا. هبدأ أزعل بقى منكم يا بلبن، عشان قطع المانجا هنا تكاد تكون قليلة، تقريبا مفيش غير قطعة واحدة والباقي شوية عصير. يلا، بس يمكن الأهم من الشغل ظبط الشغل، أكيد الطعم حكاية. تعال ندوق، بسم الله. أهم قرار يا بلبن خدتوه هو القشطوطة، لأنها أحسن اختراع عملتوه من ساعة ما فتحت. يعني في ذمتكم انتوا لسه معايا لحد دلوقتي، ولا عملت لايك ولا عملت اشتراك؟ ماشي يا عم، كتر خيركم، مش عايز منكم حاجه. تالت حاجه معانا هي كريم دي لا كريم دبي، ودي عباره عن كيكه من تحت كريمه باراكوتا ايطالي، وعليها كنافه بيستاشيو وفراوله وصوص نوتيلا. واول مره في حياتي من بلبن تجي لي حاجه زي اللي بيطلع في الاعلانات، ويمكن اكتر شويه برضو عشان اكون قلت الحق. تعالوا ندوق، بسم الله. الكيكه مع الكريمه ميكس عظيم، ولكن كنافه بيستاشيو مسكره قوي، ما حبيتهاش بصراحه. ورأيي في اخر الفيديو طبعا، لو عايزين تشتروا حاجه من بلبن خلوكوا في الاختراعات العاديه اللي هو عملها، او الحاجات الطبيعيه بمعنى اصح. حاجه زي القشطوطه بصراحه اختراع جامد، حاجه زي الرز بلبن ام علي، الحاجات دي كلها طبيعيه وطعمها جميل جدا. الاختراعات اللي عاملها بلبن ماشي اوكي، نقدر نجيبها مره بس ما نكررهاش، كلها سكريات عاليه وهتضرنا اكيد. عموما لو انت من الابطال اللي وصلوا لغايه دلوقتي، فاحب اديك لايك، انت كمان تديني لايك واشتراك في الصفحه، واستنوني في فيديوهات تانية جديده. سلام.